السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في مطبخ منا. النهارده هنعمل طريقه روعه جدا للبسبوسه. شايفه النتيجه؟ بجد النتيجه روعه فوق الخيال. هتجربيها بطريقتي وان شاء الله هتدعيلي. يلا، شايفه النتيجه بعد خلاص ما بردت وبقت زي العسل؟ شايفه؟ هقطع لك منها حته اهي، مرمله جدا. شايفه بتتقطع معايا؟ آه يعني بسهوله جدا، مش محتاجه سكينه ولا اي حاجه، ومش مفروله. وهقولك ازاي ما تفرولش معاكي برضو، وتفضل ماسكه نفسها كده لغايه اخر قطعه. شايفه؟ بجد النتيجه في منتهى الجمال والروعه. جربيها بالطريقه دي، وحط اللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. شايفه؟ مش مفرولة خالص. شايفة حبات السميد ماسكة في بعضها، مش مفرولة زي مثلا ما بنعملها في البيت او مثلا ما تنجحش معاكي. بجد الطريقة دي حلوة جدا وهتنجح معاكي اول مرة، وهتعتمديها في طرقك للبسبوسة بعد كده. شايفة النتيجة؟ بجد حلوة قوي وبتدوب دوبان كده في البق، وطعمها في منتهى الجمال. يلا لو لسه ما حطيتيش اللايك حطيه والاشتراك، ويلا نتوكل على الله ونقول بسم الله، وهنبدأ مع بعض بالمقادير بعد ما شفنا النتيجة الهايلة دي. يلا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. اول حاجة في المقادير، معايا كوبايتين من السميد، تمام. ومعايا كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين كبار من العسل النحل، دي معلقة صغننة، انا حاطة 4 معالق من المعلقة الصغننة دي، تمام. ومعايا كمان معلقتين كبار من جوز الهند، ومعلقه كبيره من الدقيق. ايوه، هنحط جواها الدقيق. الدقيق ده فايدته ايه؟ الدقيق ده ما بيخليهاش تفرول معايا، وبتخليها متماسكه زي ما انت شفتيها كده في اول الفيديو. ومعايا كمان كوبايه الا ربع من اللبن الدافي، ونص كوبايه من السكر، تمام كده. اهي كوبايه معلقه من الدقيق، وكوبايه الا ربع من اللبن، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه، تمام. اهي، وربع معلقة طبعا بيكنج باودر، وكوبايتين من الدقيق السميد. هنبدأ مع بعض. هنحط طاسة على النار، تمام. هنحط فيها نص كوباية من السكر، وهنحط فيها ربع كوباية من المية، تمام. يعني حطينا نص كوباية السكر في طاسة أو في حلة على النار أيا كان، وهنحط فيها ربع كوباية من المية، مية عادية من الحنفية. خلاص، هنبدأ بقى كده اقلب السكر مع المية. طبعا هتقلبي بالراحة جدا، وما تخليش حبيبات السكر تروح على حرف الطاسة، تمام كده بالشكل ده. اهي، هقلب طبعا، بقلب بالراحة جدا علشان خاطر السكر ما يروحش عند حروف الطاسة ويكرمل معايا طبعا قبل ما السكر نفسه يكرمل. خلاص هيكرمل بالطريقة دي كده. خلاص سبته على النار شوية لغاية ما لونه احمر كده، اهو شكله احمر خلاص. بعد كده هنزل بكوباية الا ربع من اللبن، هنزل بالراحة جدا، تكوني موطية النار علشان خاطر الفوران ده. هبدأ اقلب بقى بسرعة بسرعة بسرعة. طبعا السكر متكرمل عادي جدا، هيدوب خالص مع اللبن دلوقتي. انا حطيت خلاص كوباية الا ربع من اللبن حطيتها كلها. بعد كده هقلب كويس جدا لغاية ما السكر دي يختفي كده خالص، السكر ده يختفي خلاص كده. وبعد كده هتلاقي اللبن بقى لونه فيه لون كرملة كده، لون حلو. هو لون الكرملة ده هو اللي هيدي البسبوسة لون لما بتخرج من الفرن زي ما انت شفتيها كده في اول الفيديو. انا قلبت كويس اهو، ما قفلتش الفيديو ودنيته شغال عشان اوريكي ان السكر بيدوب مع اللبن. اوعي تتخضي اول ما اللبن ينزل وتلاقي السكر كرمل معاكي، ما تخافيش خالص، خلاص بيختفي اهو مع التقليب المستمر. طبعا النار هادية. هحط فيها العسل، هضيف بقى العسل النحل المعلقتين الكبار اللي احنا حطيناهم من العسل النحل، تمام اهو. وكمان هضيف عليهم جوز الهند، المعلقتين اللي احنا حطيناهم. وهضيف كمان نص كوباية السمنة. يبقى انا حطيت اللبن والسمنة، نص كوباية السمنة اهي، نص كوباية سمنة بحرارة كده المطبخ، مش سايحة قوي. خلاص اهي.
تمام بالشكل ده كده اهي. هي طبعا هتدوب من سخونية اللبن، وكمان هضيف عليها معلقتين كبار جوز الهند. وكده حطينا اللبن والعسل النحل وجوز الهند، وحطينا كمان السمنة. هدوب كل ده وهسيبهم ثواني كده على النار، بس يا دوبك يغلوا وخلاص هطفي عليها. كل المكونات بس تدوب مع بعض بالشكل ده كده. كده خلاص بقت جاهزة معانا. لون السمنة حلو قوي، والطعم كمان. خلاص كده خلصت، شلتها من على النار. بعد كده بقى احط على الدقيق السميد ده، هحط معلقة كبيرة من الدقيق اللي احنا اتفقنا عليها، واحط كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. يا دوبك كده على طرف المعلقة هحط بيكنج باودر اهو، شايفة؟ حاجة بسيطة بس علشان خاطر البسبوسة تبقى يعني نفش، حاجة بسيطة مش تنفش قوي معايا، لانها مش كيكة. احنا مش بنعمل كيكة، احنا بنعمل بسبوسة. يا دوبك حاجة بسيطة جدا. هقلب بقى الدقيق مع السميد مع البيكنج باودر حلو قوي، علشان خاطر الدقيق يدخل جوه السميد. وهجيب الصينية مقاس 26، وهنسحب معلقة من السمنة او معلقة من الطحينة ايا كان عندك. تمام. معلقة كده من السمنة حلوة. هبدأ أدهن الصينية بتاعتي كلها كويس جدا بالفرشة كده اهي، شايفة؟ وبس خلاص. هجيب بقى الدقيق، وهجيب الطاسة اللي احنا عملنا فيها الخليط. هبدأ أنزل بالسميد في الطاسة. مم. اعملي الخطوات دي بالظبط وهتنجح معاكي بجد، زي ما انت شفتيها بجد. الطعم والكرملة واللون حلوة قوي. هبدأ بقى أقلب السميد كده مع الخليط ده كويس جدا، بس مش هتقلبي كتير، يا دوبك بس تشربي الدقيق السميد ده من الخليط اللي احنا عاملينه. يا دوبك بس كده تشربيه، اوعي ينشف منك واوعي تكتري التقليب فيه. يا دوبك بس كده اهو، شايفه؟ يا دوبك اول ما هلاقيه خلاص الدقيق شرب من الخليط اللي احنا عملناه. ما شربوش كله، يا دوبك بس كده خلاص شربوا حاجه بسيطه. هتلاقيني وقفت التقليب اهو لغايه ما الدقيق كله اختفى. خلاص كده وقفت التقليب وابتديت احط في الصينيه اللي احنا دقناها سمنه. مقاس ايه؟ مقاس 26، مقاس 26. لان دول كوبايتين من الدقيق، احنا ما عملناش 3 كوبايات، احنا عملنا كوبايتين بس. الكوبايتين بياخدوا مقاس 26 من الصينيه. وما تصغريش ولا تكبري الصينيه، علشان خاطر لو صغرتيها هتبقى تلاقي القطعه عاليه كده ومش لطيفه، لان البسبوسه او السمنه او الهريسه قصدي بتاخد نفشين بسيط كده، ما بتاخدش لا نفشين الكيكة ولا اللي هي يعني تكون في الصينية من تحت. حاجة بسيطة يعني. مقاس 26 ده مظبوط جدا. انا خلاص ببل ايدي كده بشوية مية من الحنفية، يا دوبك بتبلي ايدك عشان خاطر تفرد معاكي وما تلزقش في ايدك. ببدأ بقى افرد في البسبوسة في الطاسة كده. تمام اهي. بجيب من جوه كده على بره وبسويها كويس قوي اهي. بحط ايدي في شوية من المية وبفردها. خلاص. هي كده خلاص. ببدأ بقى اخبط كده في الاول كده، زي المحلات الحلواني كده ما بيعملوا، بيقعدوا يخبطوا في الصينية كده او في الصاج. ايوه سويها كده. هتخبطيها على رخامة خبطتين كده وبس خلاص. هتحطيها في الفرن بقى، يا دوبك تستوي، والحروف هتلاقيها استوت، تبقى هي كده خلاص معاكي بقت يعني مستوية. هنبدأ بقى تعملي الشربات. اول ما بتحطيها في الفرن تبدأي تعملي الشربات. الشربات ده بيبقى عبارة عن مية بسكر، مش مية بعسل. مش عسل مش عسل سيرب خالص يعني. مش ان هو بتاع الحلواني، لا ده عبارة عن مية بسكر. تحطيها على النار يا دوبك تكون سخنة.
وانتي بتحطي، حطي المية على حروف الحلة اللي انتي بتعملي فيها، علشان خاطر ما يبقاش فيه سكر في الحروف. هتحطي كوباية ونص من المية، كوباية ونص من السكر. واول ما تلاقي المية غليت كده هتحطي معلقة كبيرة من السمنة. لا بتحطي فانيليا ولا بتحطي ليمون. البسبوسة ما بتحطلهاش لا ليمون ولا فانيليا. اول ما هتكون خلاص البسبوسة طلعت معايا بالشكل ده، شايفاها بتطلع دخانة ازاي، لسه طالعة حالا من الفرن، هتبدأي تجيبي العسل اللي هو اللي احنا عملناه، الشربات، والشربات يكون بيغلي على النار زي ما قلتلك قبل ما تطلعي البسبوسة مثلا. يعني بشوية صغيرين، يا دوبك تحطي العسل على النار. انا عايزاه مية بسكر، مش عايزة عسل تقيل قوي ولا نص نص، انا عايزة يا دوبك بس يكون مية بسكر دافية، تكون بتغلي يعني. تمام. اول ما هيطلع من الفرن هتبدأي تسقيها بالشربات وهي سخنة، والشربات سخن، وتغطي عليها وتسيبيها 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هتلاقيها بالشكل الجميل المكرمل، اللون اللي زي العسل ده. بجد بجد الطعم واللون والريحة، ريحة السمنة البلدي في منتهى الجمال. جربيها بالطريقة دي وإن شاء الله هتدعي لي، بجد طريقة في منتهى الجمال. لون زي ما قلتلك، أنا الصراحة طعمها في منتهى الجمال. أنا دايما بجربها بالطريقة دي وحلوة قوي. جربوها وهتدعوا لي. يلا بقى، لو لسه ما حطيتيش اللايك والاشتراك حطوه، وفعلي الجرس علشان يوصلكوا فيديوهاتي. شايفة؟ بجد الشوكة دي يعني تتاكل أكل. ولو عندك قشطة بقى أو آيس كريم بيبقوا في منتهى الجميل، هتحليها أحلى وأحلى. أهو شايفة؟ شايفاها المعلقة الدقيق مش مخليها مفرولة، ماسكة في بعضها خالص أهي. شايفاها؟ معلقة الدقيق دي فايدتها إنها ما بتخليهاش مفرولة وبتمسك في بعضها. يلا بقى زي ما قلتلك، حطوا اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا فيديوهات. لو عجبكم الفيديو قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وهتوحشوني جدا. مع السلامة.